نظم أعضاء من الوفد المشارك في المؤتمر لقاء تواصليا لتعميم مخرجات المؤتمر العام السادس عشر للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب يوم الخميس 23 فبراير 2023 بمنزل المناضل علي سالم التامك بالعيون المحتلة. استحضر أعضاء الوفد المشارك الأجواء التي مر بها المؤتمر من ديمقراطية ونزاهة وشفافية، وتحدثوا عن نجاحه من خلال انعقاده في ظرفية استثنائية ومفصلية من تاريخ القضية الوطنية، حيث انعقد بعد اندلاع الكفاح المسلح، والذي شهد نقاش عميق وصريح وبناء وطرح الآراء والأفكار والنقاش للتصويت من طرف المؤتمرين. ومرت كل الأجواء بشكل صحي أسهب السالفي الذكر في الحديث عن المشاركة الفعالة لكل أطياف الشعب الصحراوي القادمة من كل بقاع العالم، والحضور الوازن للوفود الأجنبية من أصدقاء الشعب الصحراوي لحضور الاستحقاق الوطني رغم حملات التشويش التي شنتها دولة الاحتلال بأسابيع قبل انطلاق فعاليات المؤتمر التي حظيت بالفشل وضرب مراهنات الاحتلال عرض الحائط. كي قلت لكم بالنسبة للمؤتمر تخطى في أجواء كانت نقولوا عنها كانت أجواء أكثر من رائعة، اللي كان المجال مفتوح للناس كاملة، يعني اللي باغي يقول شي يقولوا ولا ما مردود حد عن شي باغي يقولوا. والأمور كانت الحمد لله جد إيجابية والمجال مفتوح للناس كاملة. يعني إذن الأجواء بشكل عام كاملة يسوى من شمن زر تنعت على أنه مؤتمر ناجح نص كبير القضية الصحراوية. والأكيد والأهم هو أنه أكد على التحام وانسجام الشعب الصحراوي، هذا التنظيم الرائع واللي يوفروا جميع الشروط، يعني وجنود الخفاء، لا ننسى جنود الخفاء، وسائل الإعلام الوطنية بكل مكوناتها والغيرها، واللي ساهم كان في إنجاح هذه المحطة تاريخية وأكيد أنها لحظة فارقة في تاريخ الشعب الصحراوي. من وجهة نظري أجواء المؤتمر تخطت يعني بشكل سليم وصحي الحمد لله، من الافتتاح إلى يعني فراغ بين الختامي الحمد لله، أمور كاملة يعني بمراحل كاملة تخطت على أكمل وجه. المشاركة كانت فعالة يعني من جميع أطياف المجتمع الصحراوي، وكانت يعني كان حضور وازن لياسر الشخصيات اللي يعني حضرت. هن أعضاء الوفد المشارك الشعب الصحراوي على الوعي التام الذي نتج عنه أفكار ونقاشات بناءة سير بها المؤتمر في المسار الصحيح. التهاني وجهت أيضا لهم بمناسبة نجاحه ودحض محاولات الاحتلال التي تكسرت على صخرة الوحدة الوطنية لأنها صمام مكاسب الشعب الصحراوي، حيث عبروا كذلك عن شكرهم وامتنانهم للعائلات المضيفة بولاية الداخلة ومن خلالهم إلى الأمن والإعلام وجنود الخفاء والمسيرين وإلى آخره من طاقات بشرية صحراوية حريصة على أهمية نجاح المؤتمر ومؤمنة بحتمية النصر، وخاصة مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي. في الأخير رفعت شعارات وطنية كرسالة إلى الاحتلال أن الانتفاضة إلى التصعيد من خلال تجسيد شعار المؤتمر تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة. الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل. حرب التحرير تضمنها الجماهير. حرب التحرير تضمنها الجماهير. حرب التحرير تضمنها الجماهير. بالكفاح والسلاح. نفذ الصحراء بالأرواح. بالكفاح والسلاح. نفذ الصحراء بالأرواح. كل الوطن أو الشهادة. كل الوطن أو الشهادة. يا شهيد ارتاح ارتاح. سنواصل الكفاح. يا شهيد ارتاح ارتاح. سنواصل الكفاح. يا شهيد ارتاح ارتاح. سنواصل الكفاح. معتقل قديمي زيك. فرض تجيني والله نجيك. معتقل قديمي زيك. فرض تجيني والله نجيك. الصالحة محمد البشير بوتنجيز على عيون المحتل.